لذلك نؤكد أن طنجة لا يمكن أن تكون فضاء مفتوحا للتطبيع، لا يمكن أن تكون فضاء لاستقبال مجرمي الحرب ولكل من ارتكب المجازر في حق الشعب الفلسطيني. نحن اليوم أحسسنا بنفس شعور الشعب الفلسطيني وهو يعاني مع الحواجز، يعاني في المعابر. وتأكد باليوم أننا كسكان طنجة كنا في شوارعنا محاصرين، كنا في مدينتنا محاصرين، لا لشيء إلا لأننا أردنا أن ننظم بشكل سلمي وقفة ومسيرة احتجاجية من أجل تجديد تضامننا مع الشعب الفلسطيني. للشهداء نقرأ الفاتحة ونختم هذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقفة اليوم جات دعت لي الجبهة الوطنية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. هذه الدعوة جت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذا اليوم أقرته الأمم المتحدة للدفاع عن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ضد الصهيونية، ضد الاغتيال. احنا اليوم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع كتنظم هذا اليوم. هو بالمناسبة اليوم ال18 الذي نظمته الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع خلال منذ تأسيسها إلى الآن. الشعار ديال هذا اليوم كان هو مقاطعة كل من يدعم الكيان الصهيوني، مقاطعة كل من له صلة بدعم من قريب أو من بعيد للكيان الصهيوني، سواء كان هذا الدعم عبارة عن شركات صهيونية تدعم الصهاينة ماديا واقتصاديا مثل كارفور، على رأسها كارفور وماكدونالد وباقي ومجموعة وكوكا كولا ومجموعة من الشركات. كما أن هذا اليوم هو مناسبة للنداء ولمقاطعة كل ما له صلة بالكيان الصهيوني من تطبيع والتطبيع الثقافي بالأساس، لأن هذا اليوم الآن طنجة تحتضن منتدى عالمي يشارك فيه أكثر من 250 دولة، هذا في العلن. أما في الخفاء فهو يشارك فيه صهاينة ويقوم بالدعاية للحملة الصهيونية رغم أنه يبيد إبادة جماعية بسلاح أمريكي وبدعم الدول الغربية، يبيد الشعب الفلسطيني، يبيد قطاع غزة ويبيد الشعب اللبناني. وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نحيي سكان طنجة الذين لبوا النداء وشاركوا في هذه المسيرة رغم الحصار، رغم القمع، رغم العراقل في الطرقات. هناك من منع من أن يصل إلى مكان الوقفة الاحتجاجية أو مكان الانطلاق ديال هذه المسيرة. ندين هذا الحصار.